اهلا بيكم متابعينا. النهارده هنعمل لكم اكله لذيذه جدا، طاجن باميه. شايفين شكله يفتح النفس ازاي؟ وكمان هنعمل جنب الطاجن الجميل ده عيش بلدي طعمه لذيذ جدا، يفتح نفسكم على الاكل. وكمان مش هتبطلوا تعملوا الاكله دي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. هنحتاج ايه بقى؟ اول حاجه هنبدا نعمل العيش. هنحتاج كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، ونقلب كل الكلام ده مع بعض. هنضيف عليها كوباية من الدقيق الأسمر ونقلب. لو ما عندناش دقيق أسمر مفيش مشكلة، نستخدم دقيق أبيض. الدقيق الأسمر ده اللي هو القمح الكامل. هنسيبها طبعا تريح لمدة نص ساعة، ونشوفها كده زي ما حضراتكم شايفين بدأت تطلع فقاعات، معناها انها اشتغلت. هنبدأ نضيف الدقيق. الدقيق ده طبعا متعدد الاستعمالات. هنضيف 4 كوبايات، وطبعا معلقة ملح كبيرة، ونقلب. الملح ده طبعا اختياري حسب رغبة كل واحد. هنقلب كده بايدينا الاول، وبعدين هنضيف كوبايتين من المية الدافية ونقلب، ونبدأ نعجن كده. طبعا احنا المية بنضيفها شوية شوية حسب حاجة الدقيق. شايفين انا بضيف مية زيادة، احتاج مني مية زيادة شوية كده. كوباية بضيفها تدريجيا. هنسيبها تخمر طبعا لمدة ساعة زي ما حضراتكم شايفين شكلها. العيش ده حساس جدا ويبقى طري كده زي ما حضراتكم شايفين. انا رشيت شوية من الدقيق القمح الكامل، وببدأ اقطعه كور كده. هو بيلزق في الايد كده مفيش اي مشكلة، وما نضغطش عليه عشان بيبقى خفيف جدا زي ما حضراتكم شايفين كده شكله. هبدأ اعمل واحدة كمان. هو بيبقى طري كده، ما تخافوش هيطلع جميل جدا في الاخر، وهتشوفوا في نهاية الفيديو. بس اعملوه خطوة بخطوة زي ما بقول لحضراتكم عليه. كل ما نحس اللي هو بيلزق في ايدينا بنحط على ايدينا شوية دقيق كده، ونبدأ نعمله كور. دلوقتي بقى هنبدأ نفرده بالراحة زي ما حضراتكم شايفين كده بالايد، وبعدين بالنشابة. وما نضغطش عليه عشان العيش يطلع خفيف معانا ويقب في الفرن. شايفين هو حساس جدا العيش ده. نفرده بالراحة ونحاول نسويه كده على شكل دايرة على قد ما نقدر. بس طبعا العيش ده صحي جدا وطعمه كمان لذيذ في نفس الوقت. هنجيب ورق زبدة عشان بيلزق بسرعة، وهنحطه عليه. طبعا هندخله الفرن ده على درجة حرارة 220، بيقعد حوالي 10 دقايق وبيبقى جاهز. وممكن نولع عليه الشواية مفيش اي مشكلة. لو ما تحمرش نولع عليه الشواية شوية صغيرين 5 دقايق كده، نلاقيه اتحمر الوش بتاعه بيطلع جميل. طبعا لو عاوزين يطلع ناشف بنسيبه في الفرن، بس بيبقى لدرجة حرارة واطية شوية، يعني مثلا 160. بعد ما يقبوا تمام تمام ويبقى خفيف بنسيبه على درجة حرارة 160 حوالي تلت ساعة. بينشف مننا ونطلعه لحد ما يبرد. نحطه على فوطة كده لحد ما يبرد وبعدين نشيله. شايفين شكله حلو ازاي؟ ده شكله في الفرن قبل ما يتحمر. انا هولع عليه الشواية دلوقتي، وده شكله في النهاية. شايفين شكله جميل جدا وطعمه لذيذ خالص، وكله منفوخ معانا مش هيتعبنا في اي حاجة. ممكن كمان نعمله سندوتشات بيطلع طعم حلو جدا. سندوتشات جبنة كده في المدرسة. المدارس خلاص قربت، كل سنة وحضراتكم طيبين. هينفعنا كتير. ممكن طبعا ناكل جنبه اي حاجة زي طاجن البامية اللي انا عاملاه ده، او ملوخية. البامية دي بقى تحفة، جربوها معايا بالطريقة دي هتعجبكم خالص. هنحط نص كوباية زيت في حلة على النار، مع كوباية بصل متقطع مكعبات، ونقلب كده لحد ما البصل يبدأ يصفر لونه. دلوقتي بقى هنجيب كيلو من اللحمة متقطع مكعبات زي ما حضراتكم شايفين.
يفضل طبعا تكون لحمة صغيرة شوية عشان تستوي بسرعة مع البامية، والبامية ما تتهراش مننا. هنقلب كده لحد ما اللحمة لونها يبدأ يتغير، ونضيف معاهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونغطيها كده شوية على النار ونقلب. خلاص كده اللحمة بنغطيها ونسيبها على النار حوالي نص ساعة. هنا معانا ربع كوباية من الزيت بنحطها في طاسة على النار مع ربع كوباية من الثوم المفروم. دي طبعا بتدي ريحة وطعم روعة في البامية. بنقلبهم كده لحد ما الثوم يبدأ يصفر. هنجيب بقى كيلو بامية، انا مستخدمة بامية مجمدة، لو عاوزين تستخدموا البامية الطازة مفيش اي مشكلة، الطريقة دي حلوة جدا. وهنقلبها كده مع الثوم، بتاخد ريحة حلوة جدا وبتخلي الطاجن حاجة تانية. دلوقتي بنبص على اللحمة اهيت شربت ميتها من غير ما نضيف اي مية، وبدأت تدخل في السوا. هنقلبها كده تقليبة حلوة، ونضيف عليها البامية اللي ريحتها جميلة جدا. البامية ديت من الأكلات المفضلة عند المصريين. هنضيف طبعا كوباية من الطماطم مع معلقتين من الصلصة، أنا خلطهم مع بعض. لو عندنا طماطم لونها أحمر جامد ما نحتاجش للصلصة مفيش مشكلة. هنا هضيف معلقة من الملح، ونضيف مية بقى مغلية لحد ما البامية تتغطى عندنا. ولو عندنا فلفل أخضر ممكن نضيف فلفل أخضر في المرحلة دي، وهنغطيها ونسيبها بقى مع نفسها لحد ما تتسبك وتطلع بالجمال ده. شايفين شكلها حلو ازاي وطعمها والله لذيذة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هي بتقعد على النار حوالي نص ساعة، متاخدش وقت كتير، وبتطلع طعمها تحفة. ممكن ندخلها تحت الشواية كده تاخد لون زي ما حضراتكم شايفين، او ممكن ندخلها في الفرن من الاول خالص بعد ما عملناها وجهزنا الحلة وتمام التمام. دخلناها في الفرن على درجة حرارة 200، وبعدين نولع الشواية عليها في الاخر، تاخد اللون الحلو ده والطعم الجميل ده. شايفين العيش شكله تحفة وطعمه جميل جدا ومنفوخ. ما تنسوش طبعا الليمون مع البامية اساسي. هنشوف شكلها كده، شايفين شكلها حلو ازاي ولونها حلو واللحمة دايبة فيها، وعصرة ليمون. وانا كده جوعت خلاص. وما تنسوش تاكلوها بالعيش الحلو ده، هتحسوا بحاجة تانية خالص. جربوهم مع بعض وقولولي رأيكم ايه، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.